بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أسعد حال. النهاردة بس هيبقى عندك فستق ممكن تحشي بيه حلوياتك وتزيني بيه كل الحلويات الشرقية اللي بتعمليها في البيت، وهتوفري ومش هيكلفك كتير. بمكون واحد بس هيبقى نفس الطعم، ده غير اللون الطبيعي اللي هتحسي انه نفس الفستق الطبيعي بالظبط. هنسمي الله وهنجيب مع بعض نص كيلو سوداني ني. الأفضل طبعا إنه يكون معانا ني. وهنجيب لون غذائي أخضر من عند محلات مستلزمات الحلويات. اللون ده لون غذائي طبيعي، ما تخافيش منه. وهنحط كمية معقولة ونقلب كويس جدا لحد ما نشوف اللون. لو طلع اللون فاتح شوية هنزود سنة صغيرة. ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة عشان ما يطلعش أخضر غامق جدا وتحسي كده إن هو مش طبيعي. لازم نقلب كويس لحد ما نتأكد ان اللون خلاص غطى كل حبوب السوداني اللي معايا. الفت نظركم يا بنات ان السوداني لازم يكون ني، يعني ما يكونش متحمص. كل ما السوداني كان ني كل ما تشرب درجة اللون افضل. وبعد كده هنجيب صينية ألمونيوم وهنفرد فيها كمية السوداني بتاعتنا كلها، ونحاول بقى نساوي كمية السوداني بتاعتي عشان تبقى كلها نفس المستوى في الصينية، علشان مفيش حبوب تستوي وحبوب تبقى نية. لازم كلهم يبقوا واخدين نفس السوا بتاعي. وعلى فرن بقى البوتاجاز بتاعي وعلى أهدى درجة في الفرن. احنا عارفين ان السوداني حساس جدا وبيتأثر جدا بدرجة الحرارة العالية. لازم تبقى درجة النار واطية جدا أو هادية جدا. وشايفين طالعة بقى كله سوا واحد. اللون البني الفاتح ده جميل مع الأخضر، هيبقى بالظبط نفس لون الفستق الطبيعي. خلاص كده الفستق اللي معايا برد جدا. هاخده بقى على المطحنة بتاعتي عشان أطحنه. وأركز بقى شوية في المرحلة اللي جاية دي. ما ينفعش أطحنه ناعم جدا عشان ما يخرجش الزيوت بتاعته. لازم يبقى مجروش أو نص طحنة كده. ما فضلش ورا المطحنة لحد ما يبقى ناعم جدا. لازم يبقى بالشكل ده كده. يعني هنلاقي فيه شوية مطحونين على حب مجروشين. لازم يبقى ده شكل الفستق الطبيعي. نيجي بقى للتركة اللي قلنا عليها في أول الفيديو، ودي أهم خطوة هتديكي طعم الفستق الطبيعي، اللي هي طعم وريحة الفستق. هتجيبيها من عند أي محل مستلزمات حلواني. طبعا موجودة، ممكن تشتري ب5 جنيه ب10 جنيه على حسب ما انتي عاوزة. وهتحطي نقطتين بساط جدا، هيديكي نفس الطعم. طبعا بعد ما نضيف النقطتين دولت من ريحة الفستق هتحسي ان كده انه زي الرمل المبلول. احنا كده وصلنا للون والطعم المرغوب فعلا واللي احنا كنا عايزينه. طبعا في ظل غلاء الأسعار والمكسرات والحاجة المولعة بره نار، طبعا اللي فوق إمكانياتنا جدا. لازم نحاول نتحايل ونوصل لأي حاجة موجودة بره بإمكانيات البيت. احنا كده عملنا فستق، والفستق ده يبقى موجود عندك في التلاجة. تقدري تحشي بيه في أي وقت، وهيطلع لك نفس اللون والطعم الموجود بره بالظبط. زي ما احنا شايفين كده، احنا كده خلاص خلصنا الكمية اللي معانا ووصلنا للمستوى المطلوب. ولما تعملي كمية من الفستق ده وتخليه عندك في التلاجة هتقدري تعملي أي نوع حلويات شرقي وتزيني بيه وتشرفي نفسك قدام ضيوفك. في برطمان بقى ازاز يكون مغسول ونظيف ومعقم كويس جدا. تحطي بقى الكمية بتاعتك كلها وتغطيها كويس جدا وتحطيها في التلاجة. يبقى كده ما شاء الله بقى عندك كمية فستق في التلاجة تستخدميها في أي وقت. خاصة إن احنا داخل علينا أيام مفترجة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بنحتاج فيه حلويات كتير. هتحشي بيه الكنافة والقطايف والجلاش وأي نوع حلويات شرقي عندك. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واللي عجبته الوصفة ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وتعليقكم الحلو الجميل الرقيق اللي بستناها على طول في كل الفيديوهات، اللي حقيقي بيسعدني جدا جدا. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسونيش من صالح دعواتكم، خاصة في الأيام المفترجة الجميلة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.